بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفي قناتي متنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بعمله. صلوا على النبي بقى عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا أوريكم عش الزوجية بقى عامل ازاي. أنا أول طبعا مرة أنزل فيديو للشقة بتاعتي. بصوا بقى، انتوا كده اول ما تدخلوا من باب الشقة انا كنت بوريكم الباب اللي هو الحديد ده. هو احنا عشان اخر دور فحبينا نأمن الدنيا يعني. تمام. اول ما تخش كده على من باب الشقة في اوضة الصالون ريسبشن كده كبير، مقاس ما شاء الله. الأوضة طولها 6 متر في 3 متر عرض. طبعا انا كنت بوريكم السبوتات دي كانت لسه كده متركبه، وكان الكهربائي لسه نازل بس انا معرفتش اصور، والكهربائي كان واقف. تمام. اللهم صل على النبي. هنا انا جايبه لها نجفه نحاس مع السبوتات. هنا بقى كده تقفلي باب الشقه، هتخشي على ريسبشن تاني بس مش كبير قوي، ده اللي هحط فيه السفره. والريسبشن الصغير ده فيه اوضتين، اوضه النوم واوضه الاطفال. تمام. اول حاجه كده عامله فيها بس جبسون بورد كده، وهعمل مش جايبه فيه نجفه، عامله سبوتات، وجايبه اللي هو الخشب ده مش عارفه اسمه ايه، DCNE حاجه زي كده، مش فاكره اسمه صراحه. المهم وعامله الفورمه دي كده بقى. دخلت تقريبا اوضه النوم، عامله اوضه الاطفال. دي اوضه الاطفال انا جايبه فيها اوضه كامله للاطفال. تمام. بس هي مش اطفال، هي شبابي شويه. بعد كده بقى بتدخلي على اوضه النوم. هي معلش الشقه مكركبه شويه كده لان لسه فيها الكهربائي بيعمل السبوتات، النقاش، ومصطفى كمان بيساعد النقاش وكده، والاجهزه موجوده في الشقه، والدنيا متكركبه خالص. فان شاء الله خلال الاسبوع الجاي باذن الله كل ده بقى هيتنضف وهيكونوا هم خلصوا، وهروح بقى ايه اعمل الشقة. هسيقها بقى عشان ان شاء الله تقريبا كده على اخر 8 ان شاء الله هطلع الحاجة. المهم بقى هنا كنت بقول لكم جنب الشباك بقى اوضه النوم فيها شباك واحد، هحط كده الدولاب كده جنبها، وفي الوش هنا هحط السرير، وفي الوش الجنب التاني هحط اللهم صل على النبي السراحه. المهم بقى ده كان الحمام صغير خالص، واحلى حاجه ان هو صغير. عموما انا ما بحبش الحمامات ان هي تكون كبيره. هو احنا خدنا الشقه كده ما غيرنا لها السيراميك ولا حاجه، بس يا دوب انا برضو غيرت فيها شويه حاجات. القعده، الحوض، كل ده انا غيرته. الاكسسوارات بتاعه الحمام كل ده انا جبتها، وان شاء الله هتتركب على يوم السبت كده يا لحد بالكتير. ندخل بقى على المطبخ. المطبخ مفتوح على السفره، الريسبشن اللي فيه السفره. بس هنا بقى في حاجه مضايقاني. كنت ده السيراميك اللي احنا مستلمين بيه الشقة، يعني انا مستلمة الشقة. اللهم صل على النبي. هي ملك وكل حاجة. تمام. بس السيراميك انا مغيرتهوش، برضو مش محتاج. فانا بفكر لو اللون، عايزاكم تدوني رأيكم، لو اللون مش حلو بتاع السيراميك، والسيراميك مفيهوش اي حاجة وكله زي الفل، بس انا حاسة ان هو مش لايق على لون الالمونتال برضو انا لسه كنت مركباه، بس كنت ركبته من زمان من قبل ما ابيض وكل الكلام ده، فمغطيه بالشكل ده عشان ما يتبهدلش معايا. وبعدين عشان برضو المطبخ مش كبير قوي، برضو في 3 اجزاء كده لل 3 اجزاء كده في المطبخ، اللي هو الرشاقه، واللي بحط بقى فيه البهارات والحاجات بتاعه الخزين وكده، وفي اللي هو النيش اللي انا كنت موريه لكم في الاول خالص، ده اللي هو ادراج ونيش احط فيه الحاجات بتاعه المطبخ اللي انا هستعملها. وبعدين واحده من تحت كده برضو مش كبيره قوي، اللي هي تحت الحوض. طبعا حاجات كتير بقى كلها هتتغير. طبعا الحوض بتاع المطبخ انا جبناه، يعني الحوض اللي هو موجود دلوقتي ده هيتشال، كله جاهز ان شاء الله على يوم الاحد كله هيتركب. طبعا احنا يعني انتوا حاسين ان الدنيا مبهدله، الدنيا مبهدله. احنا مغطيين الالومنتال بالشكل ده عشان زي ما قلت لكم بنبيض، ومش عايزه الحاجه
تتبهدل معايا. طبعا هي متبهدله ومش نافعه، طبعا دي حاجات كهرباء برضو، في حاجات كتير لسه هنلموها، حاجات كتير متبعتره في الشقه، كل ده لسه هيتلم، كل ده عايز يتمسح. طبعا هبقى معاكم وهوريكم بقى الشكل النهائي في الاخر، النهائي ان شاء الله. بس تدعولي كده ربنا يوفق والصنايعيه تخلص، لان الصنايعيه انتوا عارفين يومهم بسنه، فمش بيبقوا مظبوطين قوي في الميعاد، فهو بالكتير قوي احنا مدينهم مهله لغايه ان شاء الله يوم الاحد. المهم، وهنا برضو جنب الحوض ده مكان الغساله، انا جايبه هنا الغساله، طبعا عاملين لها المصرف بتاعها والحنفيه بتاعتها كله تمام. ده بقى الريسبشن اللي هنا، برضو مكان التلاجة. وفي هنا في النيش اللي هو موجود قدامكم ده، اللي هو متغطي بالاسود ده، في وحدة كده دلوقتي هتشوفوها معايا في البلكونة. وده شكل اللي انا بقول لكم الريسبشن الصغير اللي هحط فيه السفرة. كان نفسي احط السفرة مع الصالون، بس انا عشان انا نفسي في سفرة كبيرة شوية فمش هينفع، وبعدين انا عايزاها قدام المطبخ. طبعا ما ينفعش ان انا احط سفرة بعيد عن المطبخ، لا هي كده تبقى اقرب، ما ينفعش احط الصالون قدام المطبخ هيتبهدل. هنا بقى كان النجارة كلها بتاعت الشقة طبعا معجنوها ومخلصينها. وهنا مصطفى كان لسه مخلص البياضة بتاعت التندة دي، احنا لسه مركبينها، وهو وقف كده غير لها اللون بتاعها وكان شغال فيها تمام. دي بقى بيبان كده الشقة، بيبان الاوض، انا جايبه لها وشاش، يعني هي كان الباب شكله كله اللي هو مش ازاز، كله حته واحده كده، وفيه اللي هو زي حته ازاز كده من فوق، صراحه ما كانش عاجبني، فانا جبت وشاش كده. الوشاش الجديده دي بتتحط كده على البيبان، وبتبتدي ان انا تمسمريها كده، وبتتمعجن بقى عليها وبتتبيض. ودي الوحدة اللي موجودة في البلكونة اللي هي بتاعت المطبخ. وطبعا بقى ده الحاجات اللي انا بوريها لكم، دي حاجات دي احنا لسه جايبينها، يعني ما بقالناش اسبوعين 3 كده. الحوض بالقعدة بتاعت التويلت وكل الكلام ده. هنا بقى عشان اللي بيبيض قريب يعني مصطفى وكده، فمصطفى بيساعده شوية حاجات في الشغل في الشقة، فهو ايه بيصنفر يعني الحاجات اللي هو بيقدر عليها عشان هو بيفهم في الحاجات دي. فبدأ ان هو يعني يخلص بقى الصنفرة، وكان بينصف مش عارفة اسمها ايه. المهم كان بيعمل الصالون كده. هنا بقى طلعت البلكونة، هنا كنا بوريكم ان انا عامله كده منشرين. هنا المنشر عشان هنا الجار بعيد عني، فانا هقدر ان انا انشر الحاجات ان شاء الله الكبيره والطويله. بقى منشر صغير الناحيه التانية كده. بقى وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك، واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.